ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل بقى النهارده البومبار الذهبي التحفه ده. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وشير واكتبوا لي تعليق حلو لو عجبكم الفيديو ان شاء الله. يلا بينا نسمي بالله ونشوف عنا البومبار الحلو ده ازاي. اول حاجه مسكت طبعا البومبار، هو جاي متنضف. انا مش هقول لكم ان انا هنضفه في البيت، بس طبعا احنا بننضفه وقت التنظيف بتاعنا. همسكه بقى نقعه كده في ملح 5-6 معالق كده حلوين كده من الملح، وبفضل كمان لو ملح خشن. واجيب بقى ليمونه كده مسكتها بردك عصرتها وحطيت القشر بتاعهم. القشر بينزل الزيوت بتاعته، بيضيع اي زفاره فيه. زي ما انتم شايفين كده بتبداي ان انت تدعكيه وما بحطلوش خل عشان الخل بيهريه. همسكه بقى نقعه كده لمده 2-3 ساعات، وبعد كده امسكه اشطفه كويس واحطه في مصفى واركنه بقى على جنب لحد ما نعمل الخلطه بتاعتنا الحلوه دي. ومعايا بقى كده بصلتين متوسطين متخرطين، وحطيت كمان نص معلقه كده من الثوم المفروم، وحطيت 1.5 معلقة من الملح، 2 صغيرين ونص من الملح. حطيت نص معلقه من الفلفل الاسمر، ومعلقه صغيره من الكمون، ونص معلقه من الكزبره الناشفه، ونص معلقه من البهارات المشكله، ونص معلقه من الشطه لو انت تفضليها او تحبيها. مسكتهم بقى دعكتهم كويس قوي لحد ما البصل كده عارفين اللي هو دبل كده، وننزل الميه بتاعته. وبعد كده هنزل بقى عليهم بالخضره المشكله اللي هو شبت وبقدونس وكزبره، نفس خلطه المحشي ولكن ده زي اسمها ني في ني. ونزلت بقى عليهم بالكيلو من الرز. انا ده كيلو بومبار هياخد معايا كيلو رز مع الخضره والحاجات التوابل اللي قلت لكم عليها كده بالظبط. وحطيت له كمان شفشق طماطم اللي هو لتر من الطماطم، وحط كمان 2 معلقة كبار كده من الصلصه بردك بتدي لونه حلو قوي. هبدا بقى ندعكم كده مع بعض كويس قوي. الخلطه انا عايزاها تكون فيها زي ميه كده سايله عشان خاطر تسهل عليا وانا بحشيه. همسك بقى البومبار طبعا بعد ما اتصفى خالص، همسكه كده افتحه زي ما انتم شايفين فله كده منور. ايد ماسكه يعني بمسكه كده بصوابعين الاتنين، والايد التانية ببدا ان انا اخد منها الخلطه وابدا ازق بالصواع. حاجه سهله جدا، ولكن ممكن لو اي حد ممكن يكون لسه اتعلم جديد او بيعمله بيكون مثلا الموضوع بس غريب عليه شويه، ولكن هو اسهل حاجه يعني. ما تمليهوش قوي، تخليه يكون فضفاض زي ما انتم شايفين كده. ابدا انزل الرز كده فيه من جوه، تخليه يكون مبطط، لان طبعا الرز لسه هيستوي فهينفش جواه عشان ما يفرقعش معاكي. احنا طبعا مش عايزين كده خالص. بدات ان بردك ان احشيه من الجنب التاني، وزي ما قلت لكم كده بنبه عليكم تاني اللي يكون فضفاض، يعني يكون الرز يكون متهوي زي بالظبط ما بتعملي كده المحشي، بتسيبي بردك فيه فراغات عشان خاطر لسه الرز هيستوي. هركنه بقى على جنب واعمل بقيه الكميه. ومعايا بقى كده حله فيها ميه مغليه، هنزل عليها ببصلايه ورق لورا حبهان، وانزل بقى عليهم بالبمبار اللي انا مسكته حشيته زي ما انتم شفتوا كده. اول ما بتنزلي عليه كده بيكون هو بيقفل على طول. حطيت له بقى كده 1.5 معلقة من الملح، وحطيت له كمان نص معلقه من الفلفل الاسمر، وعملت كمان اللي هو البمبار الصغنون ده عشان خاطر الاطفال تمسكي ان انت تقطعيه صغير لو انت حباه صغير بالشكل ده. اعرف ان اللي هو استوى بقى ادخل فيه سكينه كده بعد ساعه الا ربع ان شاء الله يكون معاكي استوى. بدخل فيه بس طرف السكينه كده دخل معاكي بسهوله، خلاص تعرفي كده اللي هو استوى تماما. امسكه بقى احطه طبعا في مصفى الاول، وبعد كده ابدا ان انا احمره بيطلع معاكي باللون الذهبي الحلو ده. مش محتاج غير ان انت بس تحطيه في بقك كده. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله كان سهل وبسيط. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.